أسماء أبو اليزيد ما بانش عليها الحمل إلا في الشهور الأخيرة، وريهام حجاج ما تعرفش حملها إلا بعد الولادة، وسلمى أبو ضيف رجعت لرشاقتها بسرعة في كام يوم. فنانات كسروا كل قواعد الحمل المعروفة اللي بتظهر ببطن ممسوحة في الشهر الخامس، آخرهم أسماء أبو اليزيد اللي فاجئت الكل بصور من شوارع نيويورك وهي بتعلن فصل جديد في حياتها وبطن واضحة لأول مرة، تقول إنها في الشهور الأخيرة رغم إنها من حوالي شهرين بس ظهرت في أكتر من عمل وما بانش عليها أي علامات حمل في مسلسل توابع ومسلسل النص التاني. وبقى السؤال اللي شغل الكل، يا ترى أسماء هتفضل محافظة على رشاقتها لآخر يوم؟ وده لأن سبقتها فنانات تانية قلبوا الموازين. عندك مثلا دانيلا رحمة اللي حولت شهور الحمل لعرض أزياء عالمي بإطلالاتها المميزة والأنيقة، وبتثبت إن البطن المنتفخة ممكن تكون قمة الأناقة لدرجة إنها في الشهر التاسع كانت في جلسة تصوير. أما الصدمة الحقيقية فكانت عند كارمن سليمان. كارمن خلفت توأم، وبعد حوالي 3 شهور بس ظهر بفستان أسود مجسم، والوسط الفني كله سأل هو التوأم دول راحوا فين؟ كارمن استعادت رشاقتها في وقت قياسي وكأنها ما كانتش حامل أصلا. نفس الكلام ريهام حجاج في بدايات حملها أثارت جدل كبير بنحافتها المفرطة لدرجة إن الناس شككت في الخبر، واتفاجئوا إن بعد ما اتعرض مسلسلها جميلة بتحتفل بإنها جابت توأم. طب إمتى؟ وإزاي بطنها ما ظهرتش في المسلسل؟ سلمى أبو ضيف بقى اتكلمت عن روتينها في الحمل وقالت إنها زادت 20 كيلو وإنها كانت بتجوع جدا لدرجة التوتر، وقررت تهتم بصحتها النفسية بجلسات مساج ويوجا علشان تعدي المرحلة دي بسلام. وبعد الولادة بقى خست في وقت قياسي